السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ومكملين مع بعض سفرتنا في رمضان. للناس اللي بتحتار ومتبقاش عارفة هتعمل فطار ايه، كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا كلنا ان شاء الله. والنهاردة فطارنا بسيط جدا وسهل جدا. هنعمل مع بعض سمك مشوي على عين البوتاجاز من فوق، وكمان هنعمل رز حباية وحباية. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه معانا هنعمل رز مع بعض. هنعمل رز حبايه وحبايه. حطيت حله على النار فيها السمنه او الزيت او الماده الدهنيه اللي بترتاحوا فيها، واخد ملو كف ايدي كده مرتين اتنين رز، واحطه على السمنه والزيت وتن اقلب كده وايدي فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي الفاتح الجميل اللي احنا متعودين عليه. احنا عملناه قبل كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وبعد ما يتحمر وياخد اللون الذهبي بتاعنا بننزل عليه بالرز بتاعنا ويتشوح كويس جدا جدا مع الرز. نقلبه كده كام تقليبه مع بعض عشان خاطر ايه ما يعجنش معانا، ونظبط الملح بتاعنا. دول 5 كوبايات رز مصري. لكل كوبايه رز مصري بيحتاج كوبايه ميه، يبقى ال5 كوبايات رز مصري عليهم 5 كوبايات ميه. دي الطريقه الصح لعمل الرز لو حد لسه بيتعلم الرز ولا حاجه. يبقى 5 كوبايات رز مصري عليهم 5 كوبايات من المية. تمام كده. واظبط طبعا الملح بتاعي زيادة او من غير ملح او ملح مظبوط زي ما انتم حابين. واديله تقليبه كده واغطي عليه. ولما الرز دوت يغلي يغلي ويشرب الميه بتاعته، اروح مهديه عليه شمعة خالص عشان خاطر يستوي براحته وما يتلسعش من الارضيه. تمام كده. زي ما انتم شايفين الرز بتاعي شرب الميه بتاعته خلاص وخد غلوه وشرب كل الميه بتاعته. بديله كده تقليبه واروح مغطيه عليه وهدي عليه شمعة خالص خالص لحد ما يستوي براحته، او اسمها كده بالبلدي يتردد. تعالوا بقى نشوف هنعمل السمك ازاي مع بعض. اول حاجه معانا السمك بتاعنا اسمه سمك سوردي او على حسب اسمه في البلد بتاعتكم. فتحت بطنه وشلت الخياشيم بتاعته عشان خاطر الزفاره، وغسلته كويس جدا ونقعته في ميه وملح وخل وليمون. وبعد كده شطفته من المحلول دوت. معايا هنا بقى الدقه بتاعته توم وفلفل وعليها ملح وكمون. اللي حابب يزود حاجه اكتر من كده مفيش مشكله عادي، الاكل اذواق زي ما انتم فاهمين. وكمان معايا للحشو البطن بتاعته معايا جزريه كده كبيره مبشوره وطماطميه كده كبيره متقطعه زي السلطه. بحط عليها الدقة بتاعتها كده وبقلبها عشان خاطر احشي بيها بطن السمكية. اللي حابب يزود بصل مفيش مشكلة عادي، حابب يزود مثلا كزبرة خضراء او بقدونس مفيش مشكلة عادي جدا. الاكل اذواق زي ما انتم حابين، الحاجة اللي بتستريحوا فيها اعملوها. مش حابين تحشوها وتكتفوا مثلا بالدقة بس اللي هي الثوم والفلفل والملح والكمون والليمون، مفيش مشكلة عادي جدا. تمام. هنعمل بقى المحلول اللي بيتحط فيه السمك بعد ما بيتشوي. معايا ليمونة كبيرة احطها بقشرها كده، وعود كزبرة خضراء او بقدونس، وفلفلايه كبيره وفصين من الثوم، واحطهم كده في نص لتر ميه في الخلاط عشان خاطر نضربه في الخلاط مع بعض عشان ايه نحط فيه السمك بعد ما يتشوي. واظبط له بقى الملح بتاعه، احط ملح وكمون. وبعد كده ايه افرمه في الخلاط واعينه كده على جنب بعد السمك بتاعي ما يتشوي. تمام بقى. هنبتدي بقى نملح مع بعض السمك بتاعنا. هنحط بقى التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض في بطن السمكيه كده زي ما انتم شايفين. اللي حابب يزود بصل او كزبره خضراء او بقدونس مفيش مشكله عادي جدا، الاكل اذواق. الحاجه اللي بتحبوها اعملوها. تمام. هعمل كل السمك بنفس الطريقه ديت. احشي البطن بتاعته ومحدش يقلق خالص. السمكيه مش هتطرد الحشو بتاعها ولا حاجه، هوريها لكم بعد ما يتشوي قد ايه السمكيه محتفظه بالحشو بتاعها. بعد ما حشيت السمك وتبلته كويس زي ما انتم شايفين هقلبه بقى في الرده. وفي اللحظه ديت بقى بكون حاطه الصاجه بتاع اللي هشوي عليها السمك على عين البوتاجاز من فوق، ومولعه عليها النار على اعلى درجه حراره. تكون درجه الحراره عاليه ما تكونش هاديه كده ولا حاجه، عشان لو درجه الحراره هاديه السمك دوت مش هيستوي معايا وكمان هيلزق في قلب الصاجه. تمام. اهم حاجه نبل السمك في الرده. وبعد ما الصاجه بتاع السمك ديت سخنت كويس جدا بروح رص السمك كده جنب بعضه. بصدر كده راس السمكية لمة ايه النار، وبخلي الديل اللي تحت كده شوية عشان خاطر الديل ما تنشفش ولا تتحرق مني ولا تدي طعم ممرر. تمام. وما اقلبهاش على الجنب التاني غير لما تاخد لون من تحت، لان لو جيت قلبتها على الجنب التاني وهي لسه ما خدتش لون هلاقيها لزقت في قلب الصاجة واتقطعت واتبهدلت مني. تمام كده. فواحدة واحدة على السمكية وما استعجلش عليها خالص، براحتها. تمام. واهم حاجه في الشوي على الصاجه اخلي الراس هي اللي ناحيه النار شويه عشان خاطر الدم برضو اللي في السمك يكون ايه استوى.
بمعنى اصح تجمد وما يكونش فيها ايه اي دم خالص، ويكون السمكيه مش مستويه. بعد السمك ما اتشوى معانا واستوى خلاص بشيله بقى كله من على النار. ده الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي الكزبره الخضراء والثوم والفلفل والليمون والملح والكمون. وكمان معايا هقل طبق بطاطس، هم طالبين بطاطس مقليه مع السمك. وظبطت الملح والكمون بتاعي. بعد ما السمك كله خلصته وشويته كله، هحط بقى السمك في المحلول دوت زي ما انتم شايفين كده اهو. اسيبه كده فيها ايه دقيقتين كده ولا حاجه عشان خاطر يبقى طري. ما اسيبوش اكتر من كده عشان خاطر السمكه ما تتهريش مني ولا تبوش. تمام. احطه في قلب المحلول ده كده شويه وانطور عليه كده الميه زي ما انتم شايفين اهو. دي اهم حاجه برضو. اهم حاجه برضو اراعي ان السمكيه بطنها محشيه تتبيله، والتتبيله دي فيها ملح، فما زودش الملح في قلب الخلطه اللي انا حطاها دي. زي ما انتم شايفين كده اهوت قد ايه السمكيه محتفظه بالحشو بتاعها وجميله جدا. كان جميل جدا. وغيروا ونوعوا في الاكل، مش لازم فراخ ولحمه كل يوم. ناكل بقى سمك في شهر رمضان، وقد ايه كان جميل جدا. ويعني ممكن الناس تستغرب ان السمك يتاكل في شهر رمضان. لا مش غريب ولا حاجه، ننوع يعني عادي. ايه المشكله لما ناكل سمك؟ مش مشكلة، عادي جدا. وطبعا قدمت معاه بيبسي والبطاطس المقلية. والخشاف بتاعنا كان عنده خشاف كان فايض برضو، وسلطة خضراء. وكل سنة وانتم طيبين. يلا سلام عليكم، باي باي.